سأتولى تلاوة البيان هدايا وكذلك بطبيعة الحال القرارات الصادرة عن المجلس. الأمل الوحيد والفرح. على إثر اقتحام دار المحامي بتونس اليوم 11 ماي 2024 على الساعة 7:45 مساء من قبل العشرات من أعوان الأمن الملثمين وذلك باستعمال العنف واختطاف الزميلة الأستاذة سونيا الدهماني من داخل دار المحامي وحملها إلى جهة مجهولة، وما رافقه من اعتداء على المحاميات والمحامين المتواجدين بالمكان واغتيال صحفيين 2 والاستيلاء على معدات التصوير في مشهد غير مسبوق لم تعرفه المحاماة في تاريخها الطويل. فإن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس المجتمع في جلسة طارئة يعتبر أولا أن اقتحام مقرات الهيئة الوطنية للمحامين سابقة خطيرة واعتداء سافرا على المحاماة التونسية. 2 يدين بشدة الاعتداء المادي واللفظي المسلط على المحاميات والمحامين والصحفيين المرافق لعملية الاقتحام. 3 يستنكر تسخير أجهزة الدولة لمحاصرة دار المحامي منذ أيام واعتقال محامية تونسية باستعمال القوة المفرطة. 4 يقرر الدخول في إضراب عام جهوي وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى. بداية من يوم الاثنين 13 ماي 2024 ويعلن بقاءه في حالة انعقاد دائم للنظر في اتخاذ جميع الأشكال النضالية الأخرى. 5 يطالب بإطلاق سراح الأستاذة سونيا الدهماني فورا ويعبر عن وقوفه التام ومساندته المطلقة لها. 6 يدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وكافة الفروع الجهوية الأخرى إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن كرامة المحاماة وحرمة مقراتها. ونزيد نكرر يدعو عميد الهيئة الوطنية للمحامين الهيئة الوطنية للمحامين لتحمل مسؤوليته. يدعو كافة القوى الحية في البلاد إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن كرامة المواطنين وحرياتهم.